باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بعد الرحلة غير المرخصة. كشفت تقارير إعلامية الثلاثاء أن باريس سان جيرمان الفرنسي قرر معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب رحلته إلى السعودية التي لم يحصل قبلها على إذن النادي. وأبرزت وكالة فرنسي بيرس نقلاً عن مصدر مطلع أن سان جيرمان قرر إيقاف اللاعب لعدة أيام دون أن يكشف المدة بالتحديد. وأوضح مصدر مقرب من النادي للوكالة لا أحد فوق المؤسسة. وفي السياق ذاته قالت شبكة إي بي إن الرياضية إن النادي الباريسي أوقف ميسي لمدة أسبوعين بسبب غيابه عن التدريبات الاثنين للسفر إلى السعودية. أضافت ميسي لن يتدرب أو يلعب مع الفريق الأول وسيخصم أجره خلال مدة الإيقاف. كما ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن النجم الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للقب كأس العالم عوقب بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفره للسعودية دون الحصول على إذن. ولم يصدر النادي الباريسي أي بيان رسمي بشأن العقوبات الموقعة على ميسي. ويقوم أفضل لاعب في العالم مرفوقا بزوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسير بجولة سياحية في السعودية. وفي وقت سابق من الثلاثاء رحب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بميسي، حيث قال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: أهلا ميسي في أرض الإعاقة واصلت تاريخ الدرعية لجولة سياحية ممتعة تضمنها تجارب متنوعة. Bossing up the city, that's a big move. Niggas, we don't even fuck with getting M's too. Just know we could cut that off again too. Sparkle up the wrist, now that's a big move. Things going my way, big move. Exotic up the driveway, big move. Double up the con.